السلام عليكم. معاكم النهارده هنطرح مع بعض الاسئله، هي للاسف اسئله صادمه والاجابات بتاعتها صادمه اكتر، وهنشوف اذا كنا هنطمن مع بعض ولا لا. هو السكر بيأثر معايا على المفاصل بتاعتي وعلى العظم؟ للاسف ايه ده؟ معقول؟ يعني انا كمريض سكر لو انا حصل لي مشكله في العظم ممكن يكون سببها السكر؟ للاسف طب وبعدين؟ طب هعمل ايه؟ طب ايه الحاجات اللي انا بحس بيها وممكن هي تعمل لي الموضوع ده؟ طب ايه الحاجات اللي انا بحس بيها وساعتها اقول للدكتور البطنه بتاعي او للدكتور السكر بتاعي يا دكتور الحقني انا المشاكل دي حصلت لي، يا ترى دي من السكر ولا لا؟ هنعرضها مع بعض، هقولها لكم واحده واحده. يعني انا ممكن مثلا اصحى من النوم الاقي بقالي فتره مش عارفه ارفع دراعي، مش عارفه اجيبه لحد الاخر، واقول للدكتور السكر دي مشكله، والدكتور يقول لي ده بسبب السكر. طب انا لو انا عملت اشعه مثلا في مره وبعد كده الدكتور قال لي خلي بالك في ملحوظه الاشعه بتاعتك فيها هشاشه عظام باينه، ده ساعتها ممكن يكون تاثير السكر؟ للاسف طب لو الدكتور لقى ان في عندي تاكل في الغضاريف، تمام، دي ممكن يكون سببها السكر برضو؟ للاسف طب انا لو لقيت عندي بدا يبقى في عندي وهن في العضلات ومش قادر ارفع ايدي ومش قادر اشيل حاجه، ده ممكن يكون سبب السكر برضو؟ للاسف طب انا لو لقيت دراعي منمل والمفاصل بتاعتي منمله والمفاصل بتاعتي بدا شكلها يختلف، ده ممكن يكون سبب السكر برضو؟ للاسف انا معاكم وان شاء الله باذن الله اطمنكم، وان شاء الله نتكلم مع بعض الحلقات اللي جايه عن ايه الاسباب وايه المشاكل وحلها ايه، ومش هسيبكم قلقانين ما تقلقوش، وكل سنه وانتم طيبين.